السلام عليكم الاخوان ورحمه الله وبركاته. المهم الاخوان، كاين اليوم اخبار جديده على انتقالات اللاعبين بما فيها عز الدين أناحي وامرابط وحكيم زياش. المهم الاخوان ندخلوا في الموضوع. انتقال عز الدين أناحي الى اولمبيك مارسيل، هل الخبر صحيح؟ المهم الاخوان، المصدر ديال الخبر راه من الصحافه الفرنسيه. اكدت المصادر الصحافه الفرنسيه بصحه الخبر الانتقال النجم المغربي عز الدين أناحي يصفف اونجي للنادي اولمبيك مارسيل. الصفقه ديال عز الدين أناحي قال لك الثمن ديالها هو 10 مليون يورو. هذا الخبر اللي كان صحيح راه غريب جدا، وعطاو فيه فروق حتى 30 مليون يورو. راه هادشي اللي تيجيني غريب شويه. نشرت الصحافه الايطاليه المخصصه في انتقالات اللاعبين مارسيل اتفقت مع النادي أونجي للتعاقد مع النجم المغربي مقابل 10 مليون يورو، والعقد يمتد الى 2027. المهم الاخوان، عز الدين أناحي انتقل الاولمبيك مارسيل راه مزيانه. المهم الاخوان، بخصوص انتقال الامرابط، راه قال لهم الرئيس ديال النادي اللي تيلعب فيه امرابط، قال لهم امرابط راه ما غاديش يشبع. المهم الاخوان، نشوف واحد الخبر اللي دار دابا ضجه على امرابط، انتقاد اللي انتقدوا المدرب ديالو حاليا. شنو قال المدرب ديال امرابط؟ قال لك كان امرابط هو احسن لاعب في المونديال، ودابا كيقدمش هذاك الاداء اللي كان تيقدمه في المونديال، وقال لك هادشي يعني امرابط لاعبا متكاملا تنقصوا بعض الاشياء. عليه حيت انت ماشي هو الركراكي، كنتي فحال الركراكي كان غادي يعطي فحال هذيك، راه الديفو فيك انت اللي مدرب، واش فهمتي؟ ما عطيتيش هذيك الحريه ديالو. اما الاخوان، وبخصوص انتقال زياش الى باريس سان جيرمان، وقال لك داخل فيها القضيه اشرف حكيمي وهذه. المهم الاخوان، هذا الخبر راه ما مأكدش منه، حتى انا ما نقدر نقول والو، غير سمع شو قال لك، راه بصح ما مأكدش منه الاخوان، ما كيعنيش 100%. ما مأكدش به. ونختموا الاخوان بعودة عمران اللوزة من الاصابه، الحمد لله عوده الى التداري. نتمنى نكون وصلت لكم المعلومات صحيحه، وان شاء الله